مساء الخير يا أصحابي. فيديو النهاردة عنوانه الحب غير المشروط ده حب أمك يا روح أمك. أنا هنا على فكرة مش قصدي أي إهانة لأي شخص، أرجوك كمل الفيديو عشان تفهم أنا ليه بقول إن الحب غير المشروط ده حب أمك يا روح أمك. أنا فعلا والله العظيم ورحمة ماما ما أقصدش أي إهانة لأي شخص. ليه؟ لأن المعنى الحقيقي والحرفي للحب غير المشروط هو حب الأم، وانت روحها. انت فعلا كل أم عندها ابن أو بنت، الأم فعلا بتعتبر ان الابن ده هو روحها، هو حياتها. أنا بسمع في الأخبار عن أمهات ممكن حرفيا تضحي بحياتها عشان ولادها يعيشوا. فحرفيا وحقيقيا المعنى بتاع الحب غير المشروط هو حب طبعا الأم والأب، بس الأم أكتر شوية. الأم فعلا حرفيا ممكن تضحي بحياتها عشان خاطر أولادها يعيشوا. طيب ليه أنا بقول إن الحب غير المشروط ده حب أمك يا روح أمك؟ لأن الابن والبنت، الأبناء ممكن يغلطوا ويعملوا مصايب ويعملوا كوارث ويسقطوا ويعملوا بلاوي، بس برضو بيفضلوا بابا وماما يحبوهم. فهو ده الحب غير المشروط، مفيش شروط. طيب ايه المشكلة في الحب غير المشروط عند الذكور لما بيكبروا؟ المشكلة ان الابن اللي اتعود في بيت ابوه وامه انه ياخد حب واهتمام ودلع وحنية من ماما وبابا، بس من ماما طبعا اكتر، فالابن الذكر ده بيتعود وبياخد كل الحب غير المشروط. وطبعا هو باي ديفولت كده ما بيديش في المقابل حاجة لماما، لان ماما وبابا ما بيبقوش اصلا مستنيين رد او عطاء من الابن. هم بيعملوا كده عشان دول عيالهم وبيحبوهم وبيدلعوهم وبيبقوا عايزينهم يشوفوهم احسن منهم. الذكور للأسف، الأبناء الذكور للأسف لما بيكبروا بيفتكروا عند الارتباط إن الزوجة هتفضل تحبهم زي حب الأم، حب غير مشروط. فللأسف بيبقى النمط في التعامل إن الزوجة تدي حب واهتمام ودلع وحنية، والزوج فاكر إن مراته زي أمه، حبها حب غير مشروط، مش طالبة منه في المقابل لا حب ولا اهتمام ولا دلع وحنية، لأن هو خلاص هو خد نمط الحب غير المشروط اللي هو حب الأم، وتوقعوا إن كمان الزوجة هتعمل كده. طيب الحب غير المشروط هو حب الأم، بس حب الزوجة لازم يكون مشروط. الحب بين الزوجين لازم يكون مشروط. ليه؟ الحب يا جماعة رايح جاي، الحب خد وهات. الحب زي الطريق اللي انت بتمشي فيه، اللي فيه اليوتيرن، تدي شوية وفي يوتيرن لازم ترجع تاخد، تدي وتاخد. الزوج لو خد حب واهتمام ودلع وحنية وما اداش لمراته حب ودلع وحنية، هيحصل ايه؟ هيحصل ان العلاقة دي مسيرها ومصيرها للفشل 100%. هتفضل الزوجة مستحملة فترة، بس بعد كده هتيجي هتنفجر والعلاقة هتفشل 100%. طيب هي العلاقة ممكن تكمل في حالة الحب غير المشروط؟ العلاقة ممكن تكمل، بس عارفين هتكمل ليه؟ هتكمل لأن أكيد الزوجة اللي ما بتاخدش من جوزها لا حب ولا دلع ولا اهتمام، وهي طبعا بتديله حب ودلع واهتمام وحنية، وممكن تكون بتدعمه نفسيا ومعنويا وماديا، اللي هيحصل ان العلاقة دي ممكن تكمل. عارفين ليه؟ بسبب الاضطرابات النفسية العميقة اللي ممكن تكون عند الزوجة. زي ايه؟ الزوجة ممكن يكون عندها من جواها خوف من الفقد، خوف من الهجر، او نمط تعلق قلق،
أو نمط تعلق خائف. يعني إيه الزوجة بتكمل في علاقة فيها حب غير مشروط ويكون عندها خوف من الفقد أو خوف من الهجر أو نمط تعلق خائف أو نمط تعلق قلق؟ تفتكروا ليه الزوجة عندها كل المشاكل النفسية دي؟ لأنه وهي صغيرة ممكن تكون بابا وماما ما حبوهاش خالص، أو حبوها بس حبوها قليل، مش حبوها كفاية، أو حبوها حب مشروط. يعني مثلا كانوا بيقولوا لها إيه؟ ذاكري عشان نحبك، اعملي الواجب عشان نحبك، اسمعي الكلام عشان نحبك. فالبنت دي اتربت وهي صغيرة واتزرع جواها انها لا تستحق الحب لذاتها، ولكن هي بس تستحق الحب عشان هتسمع الكلام وعشان هتذاكر وعشان هتعمل الواجب. للأسف الحب غير المشروط بتاع الأهل خصوصا في الكام سنة الأولانيين مهمين جدا 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 للصحة النفسية للأطفال، لأنه بيعطي النموذج الأسلوب لتعلقك بالآخرين، خاصة لما تيجي بعد كده تحب وتتجوز. طب يا نهى، هو في أنماط للتعلق في الراشدين؟ نعم، في أنماط للتعلق في الراشدين. في نمط تعلق آمن وفي أنماط تعلق غير آمنة، زي نمط التعلق القلق، نمط التعلق المتجنب، ونمط التعلق الخائف. عشان كده احنا بنلاقي إنسانة قوية جميلة متعلمة بتشتغل بتساعد جوزها، حنونة طيبة ومكملة في علاقة مع شخص مؤذي نرجسي أناني. تفتكروا ليه هي مكملة؟ لأن وهي صغيرة اتربت على الحب المشروط. ذاكري عشان أحبك، اعملي الواجب عشان أحبك، أو ما تحبتش خالص. يا ما تحبتش خالص يعني بابا وماما ما قالوش كلمة حب أو ما عملوش أفعال الحب، أو حبوها حب مشروط، اعملي كده عشان نحبك. فهي طلعت وكبرت وهي عندها عدم استحقاق في الحب، إن هي لا تستحق الحب لذاتها، تستحق بس الحب عشان هي بتسمع الكلام أو بتعمل الواجب أو بتشتغل وبتصرف على البيت. طيب، أصبح البنت الصغيرة دي لما كبرت بقى جواها اضطرابات نفسية عميقة زي الخوف من الهجر، الخوف من الفقد، أو نمط التعلق القلق أو نمط التعلق الخائف. طيب، إيه بقى يا نهى الزبدة أو الخلاصة أو الزتونة؟ الزبدة أو الخلاصة أو الزتونة الأب والأم، الأهل. أتمنى إن هم يهتموا بتربية أولادهم ويحبوهم حب غير مشروط، خاصة في السنوات الأولى لغاية سن المراهقة. الحب يكون غير مشروط، لأن الحب غير المشروط بتاع الأهل مهم جدا جدا جدا، لأن ده اللي بيعطي الطفل النمط، الأسلوب، النموذج لتعلقه بالآخرين. 2، لكل ست ولكل بنت أدركت في أي عمر إن عندها خوف من الفقد، خوف من الهجر، نمط تعلق قلق، نمط تعلق خائف بجوزها أو بخطيبها، أتمنى تقرأ وتشتغل على نفسها، أو تروح تطلب المساعدة من معالج أو طبيب نفسي عشان تشتغل على المشاكل النفسية اللي عندها، زي الخوف من الهجر، الخوف من الفقد، أو نمط التعلق القلق. بحبكم يا أصحابي، اعملوا لي لايك لو الفيديو عجبكم، اشتركوا في القناة، دوسوا على جرس التنبيهات، واكتبوا لي رأيكم في التعليقات. بحبكم قوي يا أصحابي.